اول ما يظهر اليوسفي في السوق دي اول وصفة بعملها باليوسفي. اليوستفندي يا جماعة بيطلع لي احلى كيكة. وانتي بقى كيكة البرتقال. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جهزت 4 حبات من اليوسفي. انا كنت هنا مقشرة 6 حبات، بس انا خدت 4 حبات بس من اليوسفي. طبعا بقشره، وبعد ما بقشره بقطعه كده من النص بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها، ودي بتبقى اسهل طريقة ان انا اشيل منه البذور بتاعته بالشكل ده. البذر اللي جوه بيعمل لي مرارة وانا مش عايزاه خالص. ببدأ ان انا اتخلص من البذر بتاعه كده بالطريقة دي، ودي اسهل طريقة. بكمل بقى كل اليوسفي بالشكل ده. وبفكركم ان انا خدت 4 حبات بس من اليوسفي. تقدري كمان تعايري اليوسفي، بنحتاج منه كوباية بس من عصير اليوسفي. نزلت بيه كده في الخلاط، وبعد كده نزلت عليها بكوباية من السكر و3 حبات من البيض. طبعا البيض بدرجة حرارة المطبخ. بنزل كمان بحوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او 2 باكت من الفانيليا الباودر. ممكن ما استخدمش فانيليا خالص كمان، هي ما بتبقاش فيها اي زفارة. نزلت كمان بمعلقة من الخل، كوباية الا ربع من الزيت. ومعايا بقى علبة من الزبادي كده او معلقتين كبار من الزبادي، بيخلوها لي هشة وخفيفة خالص. بضرب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط. بضربها كويس جدا كده لغاية ما احس ان السكر داب تماما. كل المكونات اتضربت مع بعضها كويس جدا. طبعا لازم اصفي الخليط علشان بيبقى فيه الياف كتيرة قوي. الالياف دي ممكن تبوظ لي الكيكة بتاعتي. بصفي بقى كده كويس جدا المكونات اللي انا ضربتها في الخلاط. بيطلع لي بقى كمية الياف كبيرة كده وكتيرة، انا مش عايزاها خالص. تمام، بصفيها كده بطريقة سهلة جدا. بصوا بقى كمية الالياف دي ممكن تبوظ لي الكيك. بستغنى طبعا عنها خالص. كده السوائل اللي عندي جاهزة. ببدأ انخل عليها 2.5 كوبايات من الدقيق. لازم طبعا الدقيق انخله علشان ادخل كده في الكيك هوا، وكمان اي تكتلات في الدقيق تفك معايا. بنخل كده 2 كوبايات، الكوباية 200 ملي، اللي هي الكوباية العادية كده طبعا اللي بعاير بيها كل حاجة. نخلت كده 2 كوبايات الاول، وبعدين بنزل عليهم بباكت كده او كيس من البيكنج باودر. بخلطهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده ببدأ ان انا انخل نص كوباية كمان من الدقيق. 4 حبات اليوسفي دول ممكن بعد ما تضربيهم في الخلاط وتصفيهم لوحدهم خالص. لو انت عايزة كده تبقي المقادير بتاعتك مظبوطة، صفيهم. بيطلع حوالي كوباية او كوباية وربع من عصير اليوسفي. بتاخدي منه كوباية بس. يعني احنا محتاجين في الوصفة دي كوباية بس من عصير اليوسفي. خلطت الكيكة مع بعض كويس جدا. جهزت القالب بتاعي كبير، دهنته بالسمنة وبطنته بالدقيق. القالب بتاعي لو ما عندكيش القالب ده ممكن تستخدمي صينية مقاس 26. بنزل بقى بكل خليط الكيك بالشكل ده. بدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة من 45 ل 50 دقيقة. يعني بعد 45 دقيقة كده ببدأ ان انا افتح على الكيك، اختبرها كده بخلة الشيش تاووك. لو مستوية معايا والخلة طلعت نظيفة خلاص تمام. لو لسه شوية بسيبها 5 دقايق او 7 دقايق كمان. اول ما خرجتها بقى من الفرن كانت ريحتها حلوة جدا. اول ما خرجتها من الفرن على طول كده قلبتها بالشكل ده. هنا كانت لسه سخنة. بصوا مفيش اي حاجة لازقة ولا اي حاجة، ولونها خطير وريحتها حلوة جدا كمان. بنبدأ بقى نقطعها بالشكل القالب بيخليه شكلها والقطعة بتاعتها حلوة جدا. بنقلبها كده في طبق التقديم، ومش قادرة اقول لكم كده كانت هشة كده وفلافلي خالص من جوه وكأنك ساقيها سيرب. جربوها يا حبايبي، بجد الطريقة هتعجبكم جدا. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. وشير كمان كتير للأصدقاء عشان كل اللي مش عارف الوصفة ينفذها. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.